100 يوم صحة أو هذه المبادرة التي تعمل حاليا. الحقيقة وزارة الصحة بتوجه الدعوة لكافة المواطنين إلى التوجه إلى الوحدات العلاجية المختلفة في كل المحافظات للخضوع إلى الفحص. والحقيقة أنه حتى كبار السن أو أصحاب الأمراض اللي لا تؤهلهم إلى النزول ممكن أن هم يطلبوا الخدمة تصل إلى حد المنزل عن طريق الخط الساخن اللي موجود على موقع وزارة الصحة في هذا الإطار. وفي الفيوم تقدم أكثر من 100 وحدة صحية خدمتها للمواطنين و18 عيادة متنقلة بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. نتابع هذا التقرير. ملايين الخدمات الصحية المختلفة قدمتها وزارة الصحة خلال حملة 100 يوم صحة حتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية كافة، ومن بينها محافظة الفيوم. المبادرة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين من كل الأعمار. حتى الآن تم الكشف على أكثر من 150 ألف مواطن في مبادرات الصحة العامة، زي المبادرة اللي شغالة ورانا دلوقتي اللي هي الكشف المبكر عن الضغط والسكر، الأمراض المزمنة وعن الاعتلال الكلوي، ومبادرة السمعيات عند الأطفال حديثي الولادة، وبالإضافة إلى 67 ألف سيدة منتفعة بخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة ل 7000 متردد على العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية وغيرها من أنشطة مديرية الصحة. وتدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن الذي يقرأ من اليسار إلى اليمين هكذا: 1 5 3 3 5. احنا كمسؤولين التواصل المجتمعي احنا مهمتنا حشد وتكثيف الناس والحشد والتعريف بالمبادره واهميه المبادره اللي شغاله على مدى 100 يوم. اكتشفنا اطفال ما بيسمعوش، ركبنا لهم قواقع في السن الصغير وما شاء الله دلوقتي كويسين. وانطلقت حملة 100 يوم الصحة في 25 من يونيو الماضي وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل. محمود العزالي، التلفزيون المصري.